السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيت بس قبل ما نبدأ بأي حاجة أعرفكم أنا مين. أنا هو ملخص أفلام جديد في القصة دي، لكن بإذن الله هيعجبكم جدا. قصة ذا ووكينج ديد ما تقدرش تتكلم عنها من غير ما تبدأ بريك جرايمز. ضابط شرطة صحي من الغيبوبة لقى العالم كله اتدمر والزومبي منتشر في كل حتة. من اللحظة دي بقى هو قائد المجموعة، شجاع وعادل، بس دايما متردد في القرارات الكبيرة اللي ممكن تنقذ ناس أو توديهم للهلاك. معاه كانت لوري جرايمز مراته، ست مليانة قلق وتناقض، بتحاول تحافظ على ابنها كارل، لكن مشاعرها ناحية ريكوشين كانت سبب توتر كبير. وابنهم كارل، الطفل اللي كبر قدام عينيهم وسط نهاية العالم، بريء في البداية، لكن الأحداث حولته لطفل بيشوف الموت والعنف حاجة عادية. وهنا بيجي شين والش، صديق ريك القديم وزميله في الشرطة. في الأول كان شايف نفسه القائد على المجموعة، ولكن مع رجوع ريك قلب حياته لشخصية غيورة وعنيفة ومندفعة، وده اللي خلى الصدام بينه وبين ريك حاجة مفيش مفر منها. من الناحية التانية كان في ديريل داكسون، الصياد اللي بيعتمد على نفسه، شكله قاسي بس عنده ولاء وطيبة جواه. وعلى العكس أخوه ميرل، اللي كان عنيف وعنصري وما بيفكرش غير في نفسه. أما جرين ري فكان الشاب الأذكى في المجموعة، سريع وجريء، ودايما بيخاطر عشان يجيب الإمدادات، ووجوده كان أمل كبير للمجموعة، وده هيبان أكتر لما يدخل في علاقة مع ماجي بعدين. أندريا، واحدة من الناجيات، وأختها الصغيرة إيمي كسرها وغيرها، بقت أقوى وعنيدة، بس حزنها فضل معاها. ديل، الراجل العجوز صاحب المقطورة، كان صوت الحكمة، زي الأب الروحي للمجموعة، دايما بيحاول يحافظ على إنسانيتهم وسط الجحيم اللي عايشين فيه. كارول، في البداية ست ضعيفة تحت سيطرة جوزها العنيف، لكن فقدانها لبنتها صوفيا غيرها تماما، من أم خجولة لامرأة صلبة قادرة إنها تواجه العالم الجديد. وفي كمان تي دوج، الراجل المخلص اللي دايما بيسعى يحافظ على الهدوء وسط المشاكل. وما ننساش الدكتور جينر في مركز المكافحة، كان العالم الوحيد اللي كشف أسرار عن طبيعة الزومبي، لكنه كان رمز لليأس العلمي قدام أمل الناجيين. ولما الأحداث اتحركت للمزرعة في الموسم الثاني، ظهر شخصيات جديدة. هيرشل جرين، المزارع العجوز والطبيب، راجل مؤمن بيحاول يحافظ على حياته هو وبناته، حتى لما كان شايف إن المصابين مجرد مرضى ممكن يخفوا. بنته الكبيرة ماجي قوية وواقعية، وهي اللي دخلت في علاقة مع جرين وخلت بينهم قصة حب وسط الفوضى. أما أختها الصغيرة بيس، فكانت بريئة وحساسة، لسه في مرحلة المراهقة، بتحاول تفهم العالم اتغير ازاي. ومن هنا بقى صديقة أكون عرفتك على أهم 15 شخصية تبدأ بيهم عالم الموت السائرون. واستعد بقى يا صديقي اللي جاي، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، واشوفك مع بداية الملخص بإذن الله.